بسم الله قاسم الجبارين وناصر المستضعفين. تحية إلى كل المناضلين الذين حضروا هذا اليوم، وكل المناضلات الذين حضروا هذا اليوم لتسجيل مساندتنا اللامشروطة مع شعبنا في تونس في انتفاضته المجيدة ضد الظلم والاضطهاد والتمييز والتهميش والتجويع. نعم، لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نفتخر بشعبنا المجيد. أقول: يا شعبي كنت أحبك، يا شعبي كنت أحبك، لأنك شعبي، لأنك شعبي أحبك يا شعبي. كنت أحبك ولا زلت، وأهلي وإن جاروا علي كرام. كنت أواسي نفسي بهذا الكلام. كنت أحبك لأنك امتدادي، لأنك ذاتي، لأنك أنا. لكنني اليوم يا شعبي، بعد أن رفعت راسك، بعد أن رفعت هامتك عالية، إني أعشقك يا شعبي، إني أفديك يا شعبي. تحية إكبار وتحية عز لأبناء وطني وبنات وطني الذين ضحوا بأنفسهم وواجهوا الظلم بأياديهم فارغة، ولكن بقلوب مملوءة باليقين، مملوءة بحبهم للوطن، متشبثة بحقها في الحياة الكريمة. تحية لك يا شعب المجيد. كنت أحبك، ولعلني لم أكن أستطيع أن أفديك، لكنني اليوم مستعد أن أفديك. نعم يا شعبي، نحن الذين حرمنا من العيش في أحضانك، نحن الذين كتبت علينا الغربة والتهجير ظلما وعدوانا، لا لشيء إلا لأننا أردنا لك الكرامة، لا أردنا لك الحرية، أردنا لك مكانا في مصاف الشعوب الحرة المنعتقة. أردنا لك أن تعيش حرا كريما سيد نفسك، تختار حكامك وترسم مصيرك بنفسك. ولكن أعداءك أبوا غير ذلك، ولكنك تأبى إلا أن تراغمهم، تأبى إلا أن تراغمهم. تحية لك يا شعبنا المجيد، تحية لك يا شعبنا المجيد. ما الذي يدفع شابا أعزل في مقتبل عمره، شاب جامعي يدل مستواه العلمي على توازنه وعلى مستوى ذكائه، ما الذي يدفعه أن يحرق نفسه لولا مرارة التهميش، مرارة التمييز، مرارة الظلم؟ ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. هذا ذو عقل ولكنه في الفقر يعيش الفقر والتمييز والتهميش. لم يتحمل هذا الحال. قد يتحملها مواطن بسيط يجهل هذه الأبعاد، لكن مواطن جامعي مثل محمد البعزيزي وغيره لم يتحملوا هذه الإهانة. بلغ السيل الزبا فتحرك بحركة بليغة الدلالة ضد هذا الظلم وهذا الاستبداد. لم يبقى له كم مثاه، لم يستطع أن يتكلم، حرم من التنظم سياسيا، حرم من أن يعبر عن رأيه. لم يبقى له إلا جسمه الأعزل، فأقدم على إحراق هذا الجسم، وكأنه يقول: النار ولا العار، الموت ولا العار، حرارة الموت، حرارة النار، ولا لذع الذل والمهانة. تحية لك يا محمد بوعزيزي، تحية إلى كل الشهداء، تحية إلى كل الأحرار، تحية إلى الهمامة، تحية إلى الهمامة، تحية إلى كل رجال تونس الذين ساندوا شباب تونس في انتفاضتهم ضد الظلم والتمييز. تحية إلى كل هؤلاء الذي دفع محمد البعزيزي وغيره إلى هذه الوضعية اليائسة وإلى هذه الحركة القوية ذات الدلالات البليغة، هو ما يعانيه من ظلم وتمييز. إن المتتبع للوضع في تونس والذي يقارن الخطاب الرسمي الذي تتشدق به السلطات في تونس يرى البون شاسعا بين تونس الرسمية التي تريد
تسعى جاهدة أن تظهر في ثوب البلد الجميل الهادئ الناعم الذي يصلح للسياحة والاستجمام. وبين تونس الفقر والتهميش والتجويع، وبين تونس الترهيب، وبين تونس القمع، تونس كبت الحريات وانتهاك حقوق الإنسان. نعم، تونس هذه وتونس تلك ليست نفسها تونس، ولكنها تونس التي في قلوبنا. تظل تلك تونس الحبيبة التي سنفديها بكل ما نستطيع، ونضحي من أجلها بكل ما نستطيع، من أجل أن تنعتق وأن تتخلص من ربقة هذه العصابة التي لم ترقب في شعبنا إلا ولا ذمة، التي تطاولت على شعبنا ومدت يده عليه فمنعته من كل حرياته، صادرت كل حقوقه، جوعته، همشته، وبدون أن تشبع وبكل جشع مدت يدها إلى خيرات تونس تنهبها ليل نهار، وتهرب أموالها وتشتري القصور والعقارات هنا وهناك، من كندا إلى البرازيل إلى غيرها. نعم، هذا وضع لم يعد يحتمله الإنسان، لم يعد يحتمله الشعب التونسي. تحية إكبار وولاء ووفاء لشعبنا الكريم، ندعو شعبنا أن يواصل انتفاضته، أن يتضامن، أن يتكاتف، أن لا يترك بعضه بعضا إلى هذه الدكتاتورية المتوحشة. ندعو شعبنا أن يحافظ على توازن حركته هذه، وأن لا ينزلق نحو العنف، فتلك هدية مجانية لا يجب أن يفرح بها النظام. احذر يا شعبنا أن تنزلق نحو تقصير الواجهات ومتاع الشعب، تلك ممتلكات الشعب. احذر، فهي تعلة قد يتخذها أعداؤنا، أعداء شعبنا قد يتخذونها تعلة لإظهار هذا الشعب على أنه متوحش ومتهمش، يكسر، يحرق. لا يا شعبنا، لا تنطلي عليك هذه اللعبة، لا تنحني، لا تفرط في حقوقك، لا تمارس العنف، لا تمارس ما ينتظره النظام، بل وما يستفزك بأن تأتي عليه. لا يسعنا ونحن هنا في بيرن في سويسرا، بلد الحرية، بلد التعايش، بلد الديمقراطية. لا يسعنا إلا أن نتمنى أن يأتي يوم على بلادنا ينعم فيه المواطن بالكرامة، وينعم فيه بالحرية، وينعم فيه بالعيش الكريم، وتقتسم فيه الثروات بصفة متوازية وعادلة، لا يحرم منها الفقير، لا يحرم منها المساكين. لا يسعنا إلا أن نحيي من هذا المقام بلادنا وشعبنا وكل الشباب وكل الأحرار في ربوع الوطن وفي ربوع الغربة الذين تحركوا لرفض الضيم والظلم والاستبداد. تحية إكبار وإعجاب، وإلى اللقاء وإلى الأمام على درب النضال وعلى درب التحرر والانعتاق.